بسم الله الرحمن الرحيم. الريسيفر دوت ستار بورد 5000. الريسيفر ده يشتغل شوية وبعدين يبدأ يعمل ريستارت ويكسر إشارة، يشتغل شوية يكسر إشارة شوية وهكذا زي ما احنا شايفين كده. بعد الفاصل إن شاء الله كده هنشوف إيه السبب ونحل المشكلة إزاي. تابعوا معايا. المشكلة دي المسبب الأساسي بتاعها كارتة الباور. أوتوماتيك كده هنغير المكثف الكبير والمكثفات بتاعت خط التلاتة وتلاتة، إن شاء الله الدنيا هتظبط معانا. اعتذر، دور برد جامد شوية. المكثف ده 10/450. انا بفضل يتحط 22، متحطش ال10. فهنحط بقى ال 22. وهنغير برضو المكثفات بتاعت خط التلاتة وتلاتة الاتنين. ادي واحد اللي هو ال1000، وادي التاني اللي هو ال220. هيتغيروا طبعا بنفس القيم بتاعتهم، ال1000 1000 وال220 220. المكثفات يفضل ان انا احط نفس القيم سواء في السعة او في الجهد. عايز تزود الجهد براحتك، انما السعة تبقى زي ما هي، او لو مش عندك او مش متوفر تحط الدرجة اللي فوق منه على طول، ما تحطش اقل. الكلام ده في دوائر الباور.
انما لو دواير فيها اشارة او رنين او الكلام دوت لازم تتحط نفس القيمة. كده تمام. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما نيجي يا جماعه المبتدئين، لما نيجي نجرب دايره باور يا ريت نربطها، ما نسيبهاش سايبه كده، على الاقل بمسمار واحد، مش هنخسر حاجه، بس لازم تتثبت منع الكوارث. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، فتح. هنحط عليه صورة كده ونسيبه شغال شوية ونجرب، وهنرجع لكم تاني طبعا. ادي الريسيفر وادي الشغل اللي اتعمل، وادي الصورة بعد حوالي 5-6 ساعات من الشغل. كده اتعلمنا مع بعض احد الاسباب بتاعة عطل تكسير الاشارة او تهييس الريسيفر بعد فترة. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.